تعال احكي لك حاجه رايقه بمناسبه عوده الدوري المصري. لو فريقك اتعاقد مع لاعب كوره بس ما طلعش لاعب كوره هتعمل ايه؟ من 4 سنين نادي غزل المحله اتعاقد مع المهاجم الغاني فرانسيس ايفيري، واتعملت هوجه على الصفقه دي في المحله اكنهم جايبين ميسي، فده خلى الصحفيين يروحوا مخصوص ان هم يتابعوا الصفقه دي، وكان في صحفي اسمه محمد غنيم كان مركز شويه مع اللاعب ده. المهم ان فرانسيس اول ما مسك الكوره في التدريبات مره يشوطها في الكورنر، مره يشوطها في رميه التماس، مره يشوطها في المدرجات، وكان بيلعب لعب غريب كده. قال لك عادي ممكن يكون محتاج يتاقلم، لحد ما كان في ماتش بين غزل المحله وسيراميكا في كاس مصر. فرانسيس نزل في الماتش ده وقدم اغرب اداء ممكن يقدمه مهاجم في العالم. في الماتش ده غزل المحله راح 3 انفرادات وفرانسيس راح شايل ال3 انفرادات دول ولا كانه بيلعب مدافع لسيراميكا، فده اثار فضول للصحفي محمد غنيم وقتها، وقال لما اروح ادعبس وراه واشوف الواد ده وراه ايه، عشان يكتشف محمد غنيم ان ده مش لاعب كوره، وانه مغني ولاعب درامز معروف في غانا وبيغني في الحفلات وفي الافراح هناك، وانه اساسا مش لاعب كوره وما يعرفش اي حاجه عن الكوره. اداره غزل المحله بعد الكلام ده كله طلبت من اللاعب انها تفسخ عقده، فاللاعب استغرب بقى هم عرفوا منين، فحد ابن حلال كده راح قال له ان محمد غنيم هو اللي قال عليه الكلام ده، فاللاعب يسكت لا، استنى محمد غنيم يحضر التدريبات في مره، فضل يجري وراه وكان مصمم ان هو يقتله، وكابتن خالد عيد فضل يقول لمحمد غنيم اجري اهرب من المقصوره لان هو حالف يقتلك. المهم ان فرانسيس وهو بيلم شنطته وماشي طلب ان هو يقابل الصحفي محمد غنيم وراح يعتذر له، والصحفي محمد غنيم عشان يعرفوا ان المصريين ولاد بلد وان هو خلاص قبل الاعتذار فجاب له طقم ملايات وكوبايات عشان يخش بيهم على الحاجه في غانا وما يروحش فاضي. عمرك شفت عبث اكتر من كده؟ عشان كده